لما قعدنا نتكلم اكتشفت ان داليا مش خايفه من انها ما تعرفش، هي خايفه من انها تعرف وتفشل. خايفه تبدا وتكتشف ان قدراتها مش زي ما كانت فاكراها. خايفه الناس تقول لها انت مش قد المسؤوليه. بس اللي هي مش عارفاه ان كل رائد اعمال ناجح بدا من نقطه كانت معلوماته قليله جدا وتعلم مع التجربه. الخوف من الفشل كمان بيخلينا نعيش في المستقبل بدل الحاضر. احنا نتخيل سيناريوهات مرعبه لحاجات لسه ما حصلتش اصلا، وبنتعامل مع الخيال ده كانه حقيقه. بنسال نفسنا ايه هيحصل لو فشلت، وبنخترع اجابات مرعبه بدل ما نسال ايه هيحصل لو انا نجحت، او حتى ايه هيحصل لو ما جربتش خالص. انت عارف ان الخوف من الفشل مش مجرد موضوع نفسي بس، ده بيأثر على صحتنا الجسديه كمان. لما بنخاف من الفشل بنكون في حاله توتر مستمر، ودي بتأثر على النوم والاكل والتركيز. بنبقى مرهقين جدا من كتر التفكير في حاجات لسه ما حصلتش، وده بيستنفذ طاقتنا وبيخلينا اقل قدره على التركيز والابداع. سيف حكى لي مره انه كان بيصحى الفجر على كابوس انه قدم على دراسات عليا وما اتقبلش، او انه غير تخصصه وما عرفش يمشي فيه. والحكايه دي كانت بتتكرر كل ليله لشهور كتيره قوي. كان بيقول انا مش بنام عشان خايف من الاحلام، وما بقدرش اركز في شغلي عشان دماغي مشغوله طول الوقت. دي ازاي اصلا حياه، وده ازاي يكون واحد عايش اصلا؟ المشكله ان الخوف من الفشل بيخلينا نحرم نفسنا من التجارب الحلوه في الحياه. بنفوت فرص نتعلم حاجات جديده، نتعرف على ناس جديده، ونكتشف مواهب جوانا يمكن ما كناش عارفينها اصلا قبل كده. نعيش تجارب تخلينا نحس اننا عايشين بجد، مش مجرد بنعدي الايام.